بنسبة كبيرة لما بندخل في أزمات بنفضل نصلي وندعي ربنا إنه يخرجنا من الأزمة، وأوقات لما بيكون لينا طلب بنفضل ندعي ربنا إنه الطلب يتحقق، خصوصا لو الطلب ده هيفرحنا، وبنبقى عاوزين بأي شكل إن ربنا ينتشلنا من الحفرة اللي احنا جواها ويخرجنا بره. وقتها بنبقى ناسيين نقطتين مهمين. أول نقطة هو إننا أوقات كتير جدا بنزعل لما نبقى موجودين في أزمة وربنا يجي يقف معانا في أزمة، ونسأل هو ليه ربنا ما خرجناش منها؟ ممكن جدا يكون الأحسن لي إني أكون موجود في الأزمة وإن ربنا يكون معايا فيها. صحيح هو الأحلى إن أنا أكون أخرج منها وربنا كمان معايا، بس أوقات وجودي فيها بيخليني أتعلم كمان في وجود ربنا اللي بيسندني ويساعدني جوه الأزمة. فوجود ربنا معانا في الأزمة ده لطف كبير جدا منه. تاني نقطة هو إننا أوقات بنمر بظروف وبتكون مشاعرنا حزينة جدا جدا، ومن لطف ربنا علينا هو إنه ينتزع الحزن ومشاعر الحزن من قلبنا، مع إنه بتكون الظروف هي ومكملة، بس حزننا هو اللي ما كملش. ده كمان لطف من ربنا. مهما بنمر بظروف وبنعدي بأزمات وبنقع جوه حفر، فإن ربنا ليه طرق كتير جدا في لطفه علينا. حتى لو ما جاش وخرجنا من الحفرة وحللنا مشاكلنا وحقق لنا مطالبنا، أوقات بيكون لطفه علينا هو إنه يبقى موجود في أزماتنا، أو إنه يخلي الظروف الوحشة تكمل، بس الحزن هو اللي ما بيكملش.